Never let's go. Prophet Leaks. Perfume. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهدت دورة شوف سوف أول لقاء في الدور النصف النهائي والذي جمع ما بين نادي المنظر الجميل واتحاد الرباح، وكانت النتيجة في الأخير لصالح اتحاد الرباح بركلات الترجيح بعد نهاية المقابلة بنتيجة سلبية، وفي انتظار لاعب اللقاء لأخذ الانطباعات. معي اللاعب ياسين بن عمارة لاعب نادي المنظر الجميل. أديتوا مقابلة رائعة لكن للأسف ما تأهلتوش إلى الدور النهائي، وش تقولون عن هذه المقابلة؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر سبور شوف سوف على هذه الدوره. الحظ ما حالفناش في ضربات الجزاء وقدمنا مباراه رائعه وهنئ الرباح على هذا الفوز وشكرا. معي اللاعب مبارك عبد الحفيظ من نادي المنظر الجميل. اليوم اديتوا مقابله كبيره وما تاهلتوش الى الدور النهائي بفضل ركلات الترجيح، وش تقول لنا عن هذه المقابله؟ والله مباراة كانت صعيبة علينا شوية، الله غالب ما توفقناش. نشكر نادي الرباح اللي قدم نادي مباراة جميلة، تأهل الماتش الفينال. ان شاء الله نتمنى لهم الفوز بالفينال ان شاء الله، والله غالب ربي ما كانش معنا. ركلات الترجيح دائما حظ يعني، واضح. نشكر اللاعبين تاعنا على الحضور الجيد في المقابلات كانت في الدورة هذه. نشكر منظمين تاع دورة شوف سوف على الدورة الرائعة هذه. معنا الآن السيد بشير زيدان مدرب نادي المنظر الجميل. أديتوا دورة رائعة في الأداء واليوم ما حالفكمش الحظ في الأخير بركلات الترجيح، وش تقول لنا عن هذه المقابلة والدورة عامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأخ ياسين. المقابلة تكتيكية من آخر دقيقة لآخر دقيقة. الرباح نعرفوهم يعرفونا، سبق ولعبنا معاهم كأس الجمهورية، قصيناهم وقصونا في البطولة، منها كل الأوراق مكشوفة بين نحن والرباح. المقابله راحت اللي ضربات الجزاء ضربات الحظ، داروا اللي عليهم بارك الله فيهم. على الاقل لعبوا 4 دورات في الدوره وهذه كفايه مش يحضروا كاس الجمهوريه. عندنا خرجه كبيره مع موافق فريق مدرسه كبيره. نشكر المنظمين على الدوره الرائعه، ونتمنى ديما الدورات تكون في المينين في الكادير في الجنيور، على الاقل نكتشفوا اللي جوية ان شاء الله. بارك الله فيكم ان شاء الله. معي الان مدرب اتحاد الرباح السيد عوين محمد المكي. اليوم المره الثانيه على التوالي تاهلتوا بفضل ركلات الترجيح، كانت مقابلة صعيبة فيها الندية، وش تقول لنا عن هذه المقابلة؟ الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. أول حاجة نشكر مسائل أمل سوف واللاعب تاعهم على المبادرة اللي داروها. الأمل سوف على الاعتذار تاع اللاعب اللي وهذه الرياضة وهذه الأخلاق تاع الرياضة وهذه العلاقة الكبيرة اللي بينه وبين فريق أمل سوف. ثاني حاجة ندخلوا في صلب الموضوع، احنا والمنظر الجميل فريقين متنافسين ونعرفوا بعضنا ياسر. دخلنا بالاثنين خايفين من بعضنا نقولها بصراحه. مستوى لعب تحت المتوسط او ضعيف، تكتيكي بزيد، ناس كل الفريقين مسكرين الاثنين. لعبنا سيستم دفاعي اكثر منه هجومي، ما تلقيناش، ما كاش فرص واضحه لا من عندنا لا من عندهم. وصلنا الماتش الاثنين كنا نخمموا الاثنين خايفين، وصلنا الماتش لضربات جزاء. وفقنا ربي في الضربات الترجيحيه. الجاردياك حتى اليوم زاد أهلنا الفينال، ان شاء الله نزيدوا حتى ندوا لكوب حتى بالفينال، والله المشكل وهذه الفوتبول. معي الان اللاعب بن شايب العيد لاعب نادي اتحاد الرباح. اليوم تمكنتم من التاهل بركلات الترجيح، وش تقولون عن هذه المقابله؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. الحمد لله اليوم ربحنا المباراه الاولى كالمباراه في النصف النهائي ضد منظر الجميل. منظر الجميل هذا فريق كبير جدا، الحمد لله على الفوز، مكننا من الفوز في ركلات الترجيح والحمد لله رب العالمين. معي الان اللاعب دغوب نصر الدين حارس مرمى اتحاد الرباح. اليوم تألقت كما تألقت في المقابله اللي فاتت، صديت ركلتي جزاء وصنفت كرجل المقابله ومكنت فريقك من التأهل للدور النهائي، وش تقول لنا عن هذه المقابله؟ الحمد لله بتوفيق من الله ايضا وفقت في هذه المباراه في تصدي لركلتي جزاء، وبذلك تاهلنا الى نهائي هذه الدوره، وباذن الله نقدم مباراه اخرى جميله ان شاء الله، وباذن الله ننهز هذه الدوره كان وفقنا ربي. والحمد لله كانت مباراه رائعه اليوم، كانت هناك لعب رائع وكان قليل من الضغط بالنسبه لي، وبتوفيق من الله والحمد لله تاهلنا. معنا الان السيد عرفات حويذق احد منظمي هذه الدوره. وش تقول لنا عن هذه الدورة، بما أن هذه الدورة تقريب لحقت إلى نهايتها، واليوم شفنا الدور النصف النهائي الأول وغدا إن شاء الله النصف النهائي الثاني، وش تقولنا عن مجريات هذه الدورة؟ اولا السلام عليكم. نشكر اعضاء شوف سوف عن هذه الدوره، لانها دوره تقدر تقول عالميه وليس محليه. كان تنظيم محكم،
والحمد لله كما شفتوا التنظيم سواء اعلام سواء المنظمين الدوره سواء الحمايه المدنيه. نشكر ايضا الحمايه المدنيه كثير على عاونتنا في هذه الدوره. والله الدوره نتمنى العام الجاي راح تكون ان شاء الله في الليل كما يقولوا مع هذا الدرجه ان شاء الله تكون في الليل. وماذا بينا نزيدوا فرق لان فرق وكان ناقصين فرق تاع البطوله. ماذا بينا يشاركوا الفرق تاع البطوله في هذه الدوره لان نحتاج اللاعبين اكثر باش يشوفوهم الفرق المحليه سواء التضامن سواء اتحاد السوفي سواء المقرن سواء نجم باب الواد راح يكتشفوا لاعبين. ما نظنوش نروح نجيب اللاعبين من خارج المدينه. عندنا اللاعبين لاباس بهم ناس في الاوسط. عندك جماهيريه قوه جماهيريه كبيره خاصه الناس تشكروا فيك في التنظيم وسمعنا بانك راح تغادرنا قبل ما تكمل هذه الدوره. وش صحه هذه الاقاويل؟ والله ان شاء الله نحضر النهائي ان شاء الله نحضر لان كنت باش نروح لمدينه تونس ان شاء الله راح نحضر ان شاء الله النهائي. تقدر تقول 90% ان شاء الله نحضر النهائي ان شاء الله. شكرا. بعد تأهل اتحاد الرباح إلى الدور النهائي سنتعرف غدا من سيواجه هذا الأخير في لقاء سيجمع ما بين شباب القواطين وشباب وادي العلندة. كونوا في الموعد وفي أمان الله.